التاسك اللي معانا. وقلت ان احنا يعني حتة السيرش وكده هنتجنبها، وهنشتغل على اللوكيشن الحالي بتاع الجهاز كنوع من التسهيل. وهي برضو مش تسهيل بالظبط، لان هو هنحتاج نتعامل بقى مع كونسبت مختلف خالص، وهو البرميشنز، وده كان من الحاجات المهمة. ولكن خلونا بس نبدأ الأول خطوة خطوة بالاي بي اي. هي الاي بي اي كي عندي هلاقيه هنا في ماي اي بي اي كيز. بعدها ادخل على اللينك بتاع او الاي بي اي دوك. تمام. فهلاقي ان هو بياخد عندي اللاتيتيود واللونجيتيود بتاع اليوزر، و وهلاقيه هنا مديني مثال عليها، ممكن اخده بحيث اشتغل على الداتا اللي عليها على طول، اتاكد بس ان الاي بي اي شغال معايا. بعد كده اخد الاي بي اي كي، احط مكان الاي بي اي كي هنا. تمام. اعمل انتر. تمام. كده شغال معايا كويس جدا. وبرضو في ناس، يعني هو معظمكم كان يعني بما ان البلجن ما كانتش عندكم، بس يعني اتمنى ان كلكم كنتوا كلكم شغلتوها يعني او ضفتوها عندكم. ف... فهو لو مش عندكم اللي هو الجيسون فيور برو، ده هيظهر شكله غريب شوية. يعني انا ممكن نتجنبه مؤقتا، بس اللي هو هيظهر كلام كتير كده مرصوص ورا بعض. علشان كده يعني انا كنت بعتلكوا اللينك بتاع الاكستنشن ده او البلجن دي. اتاكدوا ان انتوا تضيفوها عندكم. تمام. اخر حاجه بقى، احنا كده بقى معانا الريزلت. تمام. هنشتغل على الداتا دي، وبعدين هيبقى عندنا نقطة قدام ان احنا اللاتيتيود واللونجيتيود اللي في البارامترز دول هنجيبهم منين. بس مش مشكلة، يعني احنا هنشتغل عليهم دلوقتي. هنشتغل عليهم ازاي بقى؟ يعني انا هشتغل معاكم دلوقتي ان احنا هنعمل الموديل بتاع الاي بي اي، وان انا اعمل الريكوست واجيبها واطبعها بس. ولكن حتة اليو اي، وان انا اتعامل مع الاوبجكت النهائي اللي هيبقى معايا دي، فدي المفترض ان هي سهلة. ولو حد لقى ان هو برضو واقف فيها يقول يعني وقتها. تمام. فانا كده معايا الريسبونس او الرد بتاع الاي بي اي، الداتا اللي راجعه من الاي بي اي. المفروض اعمل ايه بيها بعد كده؟ زيها زي اي حاجة تانية، ببدأ اخدها بشكل بسيط شوية. يعني انا ببدأ اتعامل معاها واحدة واحدة. انا دلوقتي عندي كذا يعني ماب، جواها ليست تانية، جواها ماب تانية، الليست نفسها جواها مجموعة من المابس، المابس اللي جواها مابس تانية، وهكذا. تمام. يعني عندي كمية نستد ليست وماب كتير جدا. فأبدأها من بره لجوه. تمام. من بره لجوه ازاي؟ هيبقى عندي يعني أعمل اللي هو أضغط على شايفين السهم الرصاصي ده؟ أضغط على السهم الرصاصي بتاع العناصر اللي هي الليست والمابات اللي هي موجودة في الماب الأساسية، بحيث أعرف أبص على كل العناصر اللي موجودة في الماب اللي بره خالص. تمام. فلما قفلتها لقيت إن هو أول ماب دي، واللي هي تقريبا الرد المباشر بتاع ال API، عندي فيه خمس عناصر. العنصر الأول اللي هو ال COD، اللي هو تهيألي تقريبا اللي هو ال status code، أو اختصار للكود يعني، اللي هو هنتكلم عليه دلوقتي. بعد كده مسج، ما علينا مش محتاجينها. CNT مش محتاجينها. احنا كل اللي احنا محتاجينه ان هو جايب لي توقعات الأيام. يعني في الليست دي كل يوم منهم هلاقي عندي موجود 5 أيام، وجايب أزيد كمان. تمام. في كل مابا من دول هلاقي عندي التوقعات بتاعة الطقس. تمام. وغالبا هلاقيها في كذا مدينة. هو المفروض ان هو بيجيب 5 ايام، بس هو تقريبا كان كاتب ان هو 3 اور forecast، ان هو جايب تفاصيل بتاعة 3 ساعات. ما علينا. الجزء ده هنشوفه دلوقتي. يعني احنا بدأنا بالشكل الخارجي، وهندخل جوه كل واحدة منهم.
بس المهم ان انا عندي لستة فيها بقى العناصر اللي انا مهتم بيها، وليست تانية فيها بيانات اكتر عن المدينة اللي انا بسرش عنها. تمام، كل ده حلو. وجايب لي التوقيت بتاع الشروق والتوقيت بتاع الغروب. اتفقنا ان انا التوقيتات كلها بتعامل معاها على انها انتجر، مش ديت تايم في الداتابيس. فحلو كده، انا عندي اول عنصر. تمام، فهبدأ بقى امشي واحدة واحدة. خلونا نكريت بروجكت جديد. انتوا سامعيني صح؟ انا مش عارف ليه حاسس بصمت غريب كده. معلش، هو الميتنج بيتسجل؟ اه بيتسجل. بس انتوا المهم تبقوا فاهمين يعني. اللي هو ما تعدوش نقطة وتقولوا هبقى ارجع لها مثلا. لا يعني احنا بنتناقش دلوقتي. تمام، كريتنا بايثون زي الفل. تمام، كريت البروجكت الجديد. محتاج اضيف عندي على طول الباب سكريبت يعمل اللي هي الباكج اللي اسمها HTTP. وقلنا ان انا بس لا مش هنا. وقلنا ان انا ممكن ما اضيفش الرقم عادي، وهو هيجيب اخر اصدار منها عموما يعني. واعمل بابليك. وبرضو يعني حتى لو انا عارف اسم الباكج، يفضل ان انا ادخل على الدوكيومنتيشن بتاعها. يعني حرفيا كل فترة مش كبيرة بيحصل ابديت جديد فيها يعني. فاكر كان مرة في تيم تاني كانوا كنا بندي سيشن عن عن اللي هو الاي بي اي وكده. فكان حصل ابديت ليلة السيشن. فكان الموضوع فيه لخبطة جامدة يعني. تمام، فده كده جايب لي الاستخدام بتاع ال HTTP. حلو. وجايب لي يعني، هو جايب لي طبعا باستخدامين: استخدام ان انا اعمل ريكوست واحدة بشكل مباشر، واستخدام ان انا يكون عندي كلاينت لو انا هعمل كذا ريكوست. بس احنا في الغالب هيبقى حاجة واحدة بس. فحلو على كده. هدخل بقى على المين. اول حاجة، بما اني بدأت ادخل يعني لحد دلوقتي ما عادش عندنا بس يو اي، بقى عندي سيكوال لايت، بقى عندي اي بي اي، بقى عندي اليو اي نفسها بقت كبيرة، مش صفحة واحدة وهكذا. ففي حاجة وهي يعني هناخدها ان شاء الله قدام شوية على اساس على انها مقدمة للكلين اركتكتشر، ان انا اقسم البروجكت بتاعي بشكل ان انا اجمع الحاجات المتعلقة ببعضها مع بعض جوه فولدر محدد. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا ممكن ان انا اعمل فولدرين. فولدر اسمه يو اي. الفولدر بتاع اليو اي ده يكون شامل كل فايلات اليو اي. فولدر تاني مثلا اسميه داتا. والداتا ده هيكون فيه جواه اي بي اي مثلا او نتورك عادي. ويكون فيه تاني فولدر تاني اسمه لوكال مثلا. تمام. ويبقى اللوكال ده جواه الفايلات بتاعت السيكوال لايت، والنتورك جواه الفايلات بتاعت الاي بي اي. وممكن ان انا جوه اليو اي اعمل مثلا سكرينز. معلش ثانية. ممكن ان انا اعمل سكرينز واعمل برضو ويدجتس. وقدام مثلا لو احنا عندنا state management، ممكن ان انا اعمل يبقى اسمها provider
غالبا ممكن اعمل بروفايدرز وهكذا، ابدا ان انا اقسم الدنيا بحيث ان البروجكت بتاعي يكون منظم اكتر. تمام. ف ولكن احنا هنا يعني الموضوع مش كبير، بس دي مجرد حاجة استخدموها هتنظم معاكم الدنيا مؤقتا لحد ما نوصل لها ان شاء الله. في عندنا بقى في النتورك هكاريت فايل، اسميه مثلا ويزر اي بي اي بالدارت. الفايل ده هضيف فيه كل الميثودز اللي متعلقة بالويزر اللي بتتعامل مع الاي بي اي بتاعة الويزر. تمام. ممكن تكون بتتعامل مع كذا اي بي اي ولكن كلهم متعلقين بحاجة واحدة وهي الويزر، علشان اكون مجمع الدنيا متنظمة مع بعضها. لان انا هكريت كلاس هسميه مثلا ويزر اي بي اي تمام. الكلاس ده جواه هجمع كل الميثودز اللي عندي اللي بتتعامل مع الاي بي اي بتاعه الويزر نفسها. فهيبقى عندي مثلا هيبقى عندي ميثود اسمها get API data. الميثود دي المفروض ان هي بتاخد اللاتيتيود واللونجيتيود، بس مؤقتا ان احنا مش يعني هنستخدم قيمة افتراضية، ولكن الريتيرن تايب بتاعها مش هيكون دايناميك يعني، وانا مش كاتب حاجة كده مش هيكون دايناميك. طب هيكون نوعها ايه؟ هحتاج ان انا بقى اكريت قبل ما اكمل الميثود اللي هستخدم فيها الاي بي اي، اكريت لازم قبلها الكلاس اللي هتعامل بيه مع الريسبونس او مع النتيجة بتاعة الاي بي اي. تمام. طيب هكريته فين؟ جوه برضو الفولدر اللي اسمه داتا. ممكن اعمل فولدر اسمه موديلز مثلا، ده يكون فيه كل الكلاسات اللي عندي، او اسميه كلاسز عادي. اسميه مثلا خلونا كده. هو البيانات اللي جايه في الاول سطحيه شويه، فهسميه مثلا ويزر اي بي اي ريسبونس، بس اسامي الفايلات اخليها سمول ويزر اي بي اي ريسبونس دوت دارت. تمام. جوه ويزر اي بي اي ريسبونس دي هعمل بقى كلاس اسميه ويزر اي بي اي ريسبونس. تمام. زي ما اتفقنا ان هو المفروض ان انا عندي شوية البيانات دي، ان هو الخمسة كيز دول هيكونوا موجودين عندي في الاي بي اي، في اللي هو الويزر اي بي اي ريسبونس. تمام. فهاخدهم معايا عادي. تمام. وطبعا همسح القيم بتاعتهم دي. تمام. فهكري هكريتهم بنفس الأسامي عادي علشان ما تلخبطش خالص قدام. طيب بالنسبة بقى للريتيرن تايب للداتا تايب بتاع كل عنصر منهم، المفروض هيكون عبارة عن ايه؟ أول حاجة ال COD ده أو اللي هو الكود هيكون string وكل الداتا تايبس دي باخدها من القيمة اللي قصادها. المسج هيكون integer. ال CNT هيكون integer برضو. تمام. الليست المفروض هتكون من نوع list. هتكون من نوع list ايه بالظبط؟ ده المفروض بقى ان احنا هنكريت للمابة دي العناصر بتاعتها برضو، هنكريت لها كلاس خاص بيها بحيث ان احنا نستقبل البيانات دي. تمام. فهنسيبها مؤقتا list، والسيتي اللي جواها برضو هي هتكون المفروض بقى اوبجكت من كلاس تاني بيحتوي على العناصر دي. فمؤقتا هنخليه ماب لحد ما نكريت الاوبجكت الجديد. تمام. كده احنا حددنا العناصر اللي عندي. اقوم جاي مكريت اللي هو الكونستراكتور الجديد، الكونستراكتور بتاع الويزر اي بي اي. بعد كده هو مديني ايرور لان هو محتاج ان انا اكون ليهم كونستراكتور استقبلهم جواه.
فهكريت كونستراكتور واخدهم جواه وهعمل this dot واخليهم required علشان هما مش nullable. تمام. ده كده بالنسبة للكونستراكتور الأول. بالنسبة بقى للفروم ماب والتو ماب، فهو عموما يعني بغض النظر أنا محتاجهم أو لأ، يا ريت نتعود على طول إن أنا لما كريت أي كلاس أعمل له فروم ماب أو فروم جيسون عادي، سموها الاسم ده أو ده، هما المصطلح واحد. وسواء فروم ماب أو فروم جيسون هما الاتنين يعني نفس الاستخدام. تمام. فكريت الكونستراكتور التاني وخدت الداتا اللي جواه، وهتبقى برضو ميزة بقى ايه ان انا اعملهم بنفس الاسامي بتاعة الماب، ان انا هنا اخلص اسمه ايه الموديل اللي عندي بسهولة جدا يعني. تمام. خلينا ده خلي ليت. تمام كده. دي تحت لاب بتعملها زيس دوت تمشي الاسم البريد على طول. يفضل لو انا جوه الكلاس بستخدم الميثودز المتغيرات اللي هي بتاعه الكلاس نفسه. لما هيكريت اوبجكت جديد هيدي قيمة للمتغيرات بتاعته، يفضل ان انا اعمل this dot. تمام. بعد كده هعمل map string dynamic to map، واعمل map جديدة نوع string dynamic. ويفضل برضو دايما اعملها اكريت ماب في اوبجكت لوحدها، وبعد كده اعمل لها ريتيرن، بحيث ان هو في الغالب الماب دي مش هيكون فيها كل حاجة عندي، فبحيث ان انا اقدر احدد هيكون فيها ايه بالظبط. تمام. بعد كده هعمل ريتيرن للمابة دي. تمام كده. هل كده انا الكلاس او الموديل ده يرضي ربنا؟ تمام. هو هنا الكلاس ده كده مش مظبوط. ليه بقى؟ يعني فعليا انا عندي مشكلتين. مشكلة واحدة منهم ممكن تدي ايرور، او ممكن يعني هي هلاحظها لما اجي استخدم الداتا على طول، وهي ان انا الليست اللي عندي ما بديهاش القيمة بتاعتها بالماب كده. يعني لو هي هتكون ليست من المابس فعلا زي ما هي موجودة في الاي بي اي، ان هي الليست كل عنصر جواها ماب، ممكن. انما فعليا انا محتاج ان انا كل عنصر من دول بدل ما هو ماب اضطر ان انا احوله لاوبجكت. فبالتالي ما ينفعش ان انا ادي this dot list بتساوي map dot list، map of list. تمام. نقطة تانية برضو وهي السيتي، ودي احنا قلنا مؤقتا هنخليها ماب، ولكن انا برضو محتاج ان انا اعمل الكلاس بتاعها. تمام. فهنا طب الاول الليست المفروض ان انا يعني هعمل فيها ايه؟ هقوم جاي معدل على الشكل ده واخليه map of list dot for each. تمام. واديها anonymous function اللي هي تتنفذ على كل عنصر منهم. ممكن برضو يعني كتسهيل علشان ما الميثودز بتاعت الليست تظهر لي، اعمل اللي هو الكاست او التحويلة ان هي as list. تمام. وهي فعليا as list of map. تمام. فلكل element بقى هعمل المفروض this dot list dot add واضيف العنصر الجديد ده. حاليا كده هيتضاف كماب، بس قبل ما يتضاف كماب هيديني ايرور ان الليست بنل. فقبل الميثود دي هحتاج ان انا اعمل this dot list
this dot list خليها بتساوي list فاضية عشان هي ما تبقاش بنمبر. تمام. فهنا هيقعد يضيف كل عنصر على انه ماب بس فعليا، وبالشكل ده لو هو انا محتاجها ان هي تبقى list of maps فالشكل الاولاني كان هيحقق نفس الغرض عادي، بس فعليا انا مش محتاج كده. تمام. نقطة تانية ان هو ان انا هنا في التو ماب انا مش محتاج، يعني انا كده هديله list of objects. لو انا عايز اديله list of maps تمام مش هتفرق، انما لو انا عايز اديله list، يعني لو ال this dot list دي list of objects وانا عايز اديله list of maps، فمحتاج ان انا اكريت list تانية. الليست دي list of map، تمام، اسميها ال list 2 مثلا او temporary list temp list بتساوي list فاضية، واشتغل على ال this dot list بعكس اللي انا كنت عامله فوق. dot for each temp dot add temp list dot add. المفروض ان هو element dot to map، بس انا مؤقتا لسه ما حولتهاش لليست من objects. تمام. وبدل هنا this dot list هخليها temp list. تمام. فده كده في التعامل مع الليست. يعني هل واضحة النقطة دي؟ ان هو ان انا حاليا المفروض ان انا بحولها من list of map ل list of objects، فما ينفعش ان انا احولها على خطوة واحدة، لازم ان انا اعمل لوب على العناصر بتاعة ال list of map واحول كل عنصر منهم اللي هو اسم الكلاس دوت فروم ماب واديله الاليمنت احوله لاوبجكت يعني، واضيفه على الليست الجديده. بس مؤقتا انا لسه ما كريتش الكلاس التاني، فانا بتعامل معاه كماب عادي. ولكن كل اللي هيتغير كمان دقيقتين هو الجزء ده. نفس الكلام في التو ماب، ان انا معايا ليست اوف اوبجكتس وانا عايزه كليست اوف ماب، فما ينفعش ان انا اديها له على مره واحده، محتاج ان انا اعمل لوب على كل عنصر واضيف على الليست اوف مابس انا مكريتها علشان اديها للماب التانية دي بس، واقوم جاي مباصيها للبارامتر اللي اسمه ليست. كده احنا كل حاجة عندنا التلاتة دول مظبوطين، انما الليست والماب محتاجين نبدأ نشتغل عليهم. خلونا نبدأ بالصغيرة الأول. أول حاجة عندي أو اللي هي الصغيرة وهي السيتي. السيتي عندي فيها 5 متغيرات، أو عندي لا 5 ايه 8 متغيرات. تمام. عندي في السيتي 8 متغيرات. فهعمل ايه بقى؟ هقوم جاي واخدهم عادي عادي، كريت كلاس جديد جوه الفولدر اللي اسمه مودلز. انا ممكن يطلع معايا 20 كلاس عادي في الاي بي اي ريسبونس دي عادي. طب حد هيقول لي طب لو انا عندي كذا اي بي اي هعمل 20 كلاس؟ لا، في الغالب العناصر هتكون متشابكة. يعني هو العناصر اللي في الاي بي اي دي مثلا لو انا عندي السيتي هنا هلاقي نفسها في السيتي اللي في الاي بي اي التانية وهكذا. فممكن يبقى عندي في الاي بي اي الواحدة في عندي 20 كلاس، بس هما فعليا كل الكلاسات اللي هتطلع عندي 25 مثلا، بس مستخدمين في كل اي بي اي منهم اكتر من كلاس يعني. تمام. هعمل سيتي الدارت واعمل كلاس سميه سيتي. الكلاس ده هحط جواه العناصر اللي عندي، وبعد كده اعمل اخد العناصر دي كده، او خلونا ناخد منها الاول الداتا تايبس string، بعد كده string، بس لا ده integer ثانية كده. تمام. الكوردينيت عندي هي ماب، وهحولها هعمل لها كلاس تاني برضو الكونتري string، كل دول انتجر. تمام كده انا ما عدتش محتاج دول، امسحهم، اعمل ده، اعمل اعادة صياغة، اضيف الدول الليت عشان يمسح الايرور ويعمل اعادة صياغة. تمام.
وكده ضفت العناصر اللي عندي. بعد كده هاخدهم كده كوبي بيست بحيث ان انا اقدر اتعامل معاهم بقى في كل الكونستراكتورز. هيبقى عندي كونستراكتور بتاع السيتي، تمام. ده كده الكونستراكتور بتاع السيتي، واعمل this دوت واديله الفاصلة. زعلان ليه؟ مش محتاج ريكوارد في كل ده. تمام. بعد كده هعمل city دوت from map، نفس الكلام بالظبط. دول يعني الكلام ده هيتعاد معايا في كل الكلاسات اللي بعملهم بعد كده. ان انا بعد ما حددت البارامترز او الفاريبلز اللي عندي في الكلاس ده، هعمل كونستراكتور عادي ليهم. وفي الغالب الكونستراكتور العادي ده مش هستخدمه اصلا، بس بعمله بحيث لو عندي مثلا حاجه لوكال او كده ممكن ان انا احتاج اتعامل معاه بالكونستراكتور ده. انما معظم تعاملاتي يبقى مع الاي بي اي فروم ماب وتو ماب بس كده. تمام. وهنا هضيف العناصر واعمل ماب بتساوي تمام. ماب. تمام. ده كده الفروم ماب والسيتي والتو ماب. اعمل الريتيرن تايب بتاعها بماب سترينج ودايناميك، واعمل تو ماب وكريت عنصر جديد عندي اسميه ماب. وما استسهلش واعمل كل الداتا تايبس دايناميك وخلاص، لان هو يعني انا كنت بحذركم من حته الدايناميك دي طول الرود ماب علشان الاي بي اي بقى. علشان انا ممكن اكون عامل حسابي ان هو مثلا متغير هتبقى قيمته بانتجر، وهو يجي لي اصلا من الاي بي اي سترينج. فانا لو بعمله دايناميك ولا هاخد بالي خالص، وممكن يديلي ايرور مثلا ان انا بجمع الرقم ده على رقم تاني ومديني ايرور، وانا مش عارف الايرور ده جاي منين ولا ايه مشكلته، او جمعت رقم مختلف عن رقم تاني وهكذا. فان انا بكون محدد في كل الداتا التايبس اللي عندي، دي اصح حاجة. تمام. عملت الكلاس بتاع السيتي. عندي حاجة تانية داخل السيتي وهي الكوردينيتس الإحداثيات اللي هي باسم كورد دي. تمام. هي عبارة عن ماب، ولكن ماب بسيطة فيها اللات واللونج. هعمل لها كلاس خاص بيها، فايل خاص بيها هسميها coordinates دوت دارت. تمام. وأعمل كلاس coordinates. تمام. الكلاس ده هيبقى جواه متغيرين بساط من نوع integer، من نوع double عفوا، وهيبقى late. بعد كده كريت الكلاسات دي بالظبط. تمام. وأضيف required. بعد كده دوت from map string dynamic map. وأعمل lateral long this dot بتساوي map. تمام كده. ونفس الكلام على التو ماب، عملناها ماب string dynamic ماب. هنا هعمل لها return على طول لأنها صغيرة وما فيهاش أي list أو كده، فهتكون هي.
تمام. كده انا عملت الكلاس اللي اسمه كوردينيت. هل كده الكلاس بتاع السيتي خلصان؟ هلاقي ان هو لا، يعني انا بعد ما برضه بعد ما عملت الكلاس اللي اسمه كوردينيتس، هعدل بس على الاسم كوردينيتس. فانا محتاج بقى ان انا استخدم الكلاس ده مكان الماب دي. هعمل ايه؟ هغير الداتا تايب بتاع الكوورد ده لكوردينيتس بدل ماب. فالمفروض ان هو هنا في فين في الكوورد اقوم جاي عامل ايه؟ اعمل بدل ما هو بيساوي الكوورد بيساوي ماب في كوورد، اعمل coordinates دوت فروم ماب واديها الكلاس ده واديها المابة دي. تمام. بس ثانية. وانا عملت اسم مشابه لدارت. دارت فيها كلاس تاني اسمه coordinate، فهعمل انا import للي انا عملته بالظبط. تمام. فالمفروض ان هو يشتغل عادي. وجاب لي الفروم ماب شغال اهو. وهنا في الكوورد دي هعمل دوت تو ماب. تمام. ده كده التعامل مع الاوبجكت. وهرجع بقى هنا في السيتي، هعمل فيها ايه؟ اغير السيتي للداتا تايب بتاع السيتي واعمل امبورت ليها. مش جايبها لي فمش مشكلة. ان انا طالع فوق واعمل امبورت للسيتي، راح قاريها على طول. وهنا في ال this dot city بدل ما هي بتساوي map of city، اعمل city dot from map واديها الماب بتاعت السيتي، وهنا دوت تو ماب. فانا كده فعليا خلاص السيتي متظبطة وكل حاجة تمام. انما بقى عندي ال هرجع للاي بي اي. تمام. هرجع بقى للاي بي اي اللي عندي، هلاقي العنصر الاخير اللي فاضل عندي الليست. الليست دي عبارة عن ليست من مابس. وواضح ان هو مديني داتا لأوقات كتير. فعليا هو قد ايه؟ تهيألي هو مديني حوالي خمسة داتا لنفس اليوم ولا حاجة. تمام. أنا هشتغل على واحدة منهم، ده المهم عندي. فهاخد أول واحدة منهم، والمفروض إن هما كلهم هيبقوا نفس النظام. يعني أنا لو أنا كده دي أول مابة، لو فتحت التانية هلاقي فيها نفس العناصر الأساسية. يعني هلاقي فيها الدي تي موجودة في الاتنين، المين موجودة، الويذر والكلاودز والويند موجودين، visibility موجودة، بوب موجودة، system موجودة، الدي تي تكست موجودة. فهي عبارة عن ماب واحدة وبتتكرر ولكن بقيم مختلفة. ولاحظت اهو ان هو كان مديني الدي تي تكست، يعني هو مديني الديت تايم الوقت والتاريخ بشكلين، شكل انتجر وشكل التكست. هلاحظ ان هو انا عندي الداتا دي بقى ايه. ابص على ال DT text عشان افهم هو مديني داتا عاملة ازاي. اهو مديني كل 3 ساعات قيمة. فهو عشان كده في اليوم هلاقيه مديني مثلا كام قيمة؟ 8 قيم في 5 ايام. يبقى هلاقي عندي 40 مابة جوه الليست دي. تمام. فهو عشان كده دي مدياني ارقام كتير، مش قيمة لكل يوم بس ما علينا، احنا هنشتغل على واحدة منهم والباقي هيبقى نفسها بالظبط. تمام. حلو. ف... فانا كده معايا المابة اللي بتمثل كل عنصر من الليست اللي جوه دي. تمام. ف هتعامل معاها ازاي؟ هتعامل معاها نفس ما اتعاملت مع السيتي بالظبط، ان دي مابة محتاج اعمل لها موديل، واخلي الليست بدل ما هي list of maps اخليها list of الموديل ده. تمام. فهعمل ايه؟ هروح اكريت فايل جديد اسميه مثلا هسميه ايه؟ for
single forecast read مثلا. لان هو يعني انا لما دورت في الماب اللي هنا ما كانش ليها اسم، هي عنصر من الليست دي، فانا سميتها single for ايه، معبرة شوية ان هو دي قراية واحدة من قرايات التوقع بالطقس. تمام، فهعمل كلاس اسميه single forecast read. تمام، دي هيبقى ايه العناصر اللي جواها؟ العناصر اللي جواها هتكون اللي هي العناصر دي. هبدأ ان انا اعمل الداتا تايبس بتاعهم. ده integer، دي ماب، والماب هوصل لها تاني ان انا هحتاج اعمل لها الموديل بتاعها. دي ماب، دي ماب، دي integer، ده دبل، دي ماب، وده string. تمام، بعد كده هعمل ايه؟ هنضف بقى الدنيا شوية. امسح ده كله مرة واحدة واعمل تمام، وهمشي نفس الموضوع بالظبط. يعني متهيألي انتوا حاليا يعني ده كده الكلاس الرابع اللي نعمله. متهيألي انتوا أدركتوا ان هو الموضوع فعليا خطوات ثابتة، وقد يكون سهل فعلا، بس محتاج ان هو بس ايه، هعمل امشيها بالترتيب وابسط الدنيا شوية، وهعمل نفس الخطوات بتكرار بس في كل مرة بكررها بقوم جاي ايه، بشوف كل عنصر منهم الداتا تايب بتاعه هتعامل معاه ازاي. لو من العناصر العادية اللي هو integer مش عارف ايه string كده، فهيبقى التعامل معاه بسيط، ان هو ان انا بعمله بيساوي على طول. انما لو ماب او list هحتاج ان انا اتعامل معاه بتعامل مختلف. فده هيبقى ماب، اعمل نفس كل حاجة this dot بيساوي، وهرجع اشوف ايه العناصر اللي عندي. ويفضل ان انا يعني ايه التسمية بتاعتي برضو تبقى واحدة. يعني ايه؟ يعني ان انا بعمل from map و to map. تمام، ما بلاش بقى ان انا افضل اخلي جزء from map وجزء مثلا from JSON، وجزء to map وجزء to JSON. تمام، لا، احاول ان انا التزم بتسمية معينة بحيث ان انا ما لخبطش نفسي على الفاضي. بس يعني اما تو ماب او تو جيسون عادي، ده او ده مش هتفرق، بس المهم ان انا احافظ على اسلوب واحد من اساليب التسمية. تمام، بعد كده تمام بعد كده هعمل ريتيرن للمابة دي. هاجي ابص تاني، هل انا هنا محتاج ريكوير. هرجع ابص تاني، هل انا كده الكلاس ده عندي خلصان؟ فهلاقي ان هو اكيد لا. يعني انا عندي واحدة ماب واربعة، واحدة ليست عفوا واربعة ماب، فمحتاج ان انا اتعامل معاهم. توفيرا للوقت ان انا هعمل المودلز بتاعت المابات دي عندي في نفس الفايل ده. او خلونا نعملهم احسن في فايلات منفصلة عشان ما تتعودوش ان انتوا تعملوها في نفس الفايل. بعمل مين دوت، سميه كلاس مين بس، ثانية بس علشان ما يبقاش بس الاسم غريب، او اللي هو يكون الاسم معبر اكتر. ممكن اخليها مين ديتيلز،
ان هو مديني درجة الحرارة والرطوبة وكده. ممكن اخليها مين ديتيلز او اي اسم تاني معبر اكتر من مين، بس لان اسم مين غريب شوية نوعا ما، او لو مش غريب يعني غريب ان هو يكون بيعبر عن تفاصيل او حاجة. الاقي ان دول عندي دول كده دبل، ودول عندي انتجر، وده عندي دبل. حلو. وهلاقي ان دول عندي بس. خلونا في التانية اسهل. تمام. فكده صفيت كده صفيت العناصر اللي عندي وحددت الداتا تايبس بتاعها، والحمد لله ما فيهاش ماب ولا اي حاجة. فاقوم جاي عامل ايه؟ هعمل هضيف العناصر دي كلها. this dot required، واعمل نفس الكلام details dot from map، واعمل map. بعد كده دي كده اقوم جاي كده this dot بيساوي map. تمام. بعد كده لا، هعمل map واحدد الداتا تايب بتاعها string dynamic to map، واعمل return لل الماب اللي بتحتوي على العناصر بنفس الشكل اللي هو بعتها لي، بنفس التسمية، بنفس كل حاجة، وبنفس الداتا تايب. بس كده. وعملت ريتيرن مباشر على طول. ليه؟ لأن هما كلهم قيم صريحة، قيم ما فيهاش ماب أو ليست. تمام. فمش هحتاج إن أنا أظبط فيه. هنا الماب دي هعملها هشيلها بقى وأحط مكانها مين ديتيلز. طبعا هيديني ايرور لان انا محتاج اعمل لها import. هعمل import للمين ديتيلز. انا عملت تمام. وهنا في المين هعمل مين ديتيلز دوت from map، واديله الماب بتاعت المين. وهنا هعمل مين دوت ماب دوت تو ماب. تمام. بعد كده نفس الكلام بقى على كله. فمحتاجين ان انا اعمل الباقي، يعني اعمل الويزر كليست. هعملها بنفس الطريقة. هعمل الويزر تمام، بس محتاجين باقي المابس ولا وضحت؟ فعليا انا كده كل الكلاسات خلصتها. وزي ما قلت لكم قبل كده ان هو عادي، يعني المودلز دي هتفتح معايا عادي، هيبقى حجمها كبير، عددها كبير. ولكن بمشي فيها بنفس السيناريو. بمشي كده من فوق لتحت او من بره لجوه. اول حاجة عندي مابة فيها 5 عناصر. حلو. يبقى عندي كلاس فيه 5 عناصر. العنصر الاول string، التاني انتجر، التاني انتجر، التاني list. الليست دي جواها ايه؟ جواها ماب. الماب دي فيها 7 عناصر او 8 عناصر او 9 وليكن. العنصر الاول انتجر نوع اسمه دي تي. العنصر التاني ماب، يبقى كلاس تاني جواه 9 عناصر، وهكذا. بمشيها كده زي الويدجت تري. بمشي، او مش الويدجت تري، بمشيها كده من بره لجوه. اشوف كل ماب بتتحول لكلاس، وكل ليست اوف ماب بتتحول لليست اوف اوبجكتس، وكل ماب جوه ماب بتتحول لاوبجكت من كلاس بكريته من الماب الداخليه دي. تمام. فبمشيها كده بشكل تدريجي. ومشيناها مع بعض. والميتنج متسجل برضو، ممكن ترجعوا له في اي وقت.